من أكتر الحاجات اللي بتلخبط أي حد بيتعلم إنجليزي هي الفرق بين say و tell. يعني نقول he said me ولا he told me. في الشرح ده هنحل المشكلة دي بشكل نهائي. كتير مننا بيفتكر إن say و tell هما نفس الحاجة، يعني الاتنين معناهم يقول وانتهينا، بس لأ، الحقيقة إن استخدامهم مختلف تماماً. يلا بينا نشوف إزاي ما نلخبطش بينهم تاني أبداً. طيب خلينا نبدأ ب say. القاعدة هنا بسيطة قوي. احنا بنستخدم say لما بيكون كل تركيزنا على الكلام نفسه، على الكلمات اللي اتقالت بالظبط. يعني ببساطة كده التركيبة بتاعتها بتكون say ويجي بعدها الكلام اللي اتقال على طول. الأهمية كلها لإيه اللي اتقال، مش اتقال لمين. بصوا على المثال ده. He said I'm tired. شايفين؟ احنا هنا بننقل كلامه بالحرف. استخدمنا said وبعدها على طول الاقتباس المباشر. كل التركيز على جملة أنا تعبان نفسها. وممكن تيجي بطريقة تانية زي كده. She says she is busy. هنا برضو says جاي بعدها هي قالت إيه. مرة تانية، المحتوى هو البطل، مش مهم مين اللي سمع الكلام ده. طيب، سؤال منطقي جدا. لو عايزين نقول الكلام ده اتقال لمين، يعني لو محتاجين نذكر الشخص اللي الكلام اتوجه له، نعمل ايه؟ هل ينفع نستخدم say؟ والإجابة هي ينفع، بس في شرط صغير ومهم جدا لازم نفتكره. الصيغة لازم تكون say وبعدها to وبعدها الشخص. كلمة to دي هي مفتاح السر كله، ما ينفعش تتشال. وهنا بقى الغلطة اللي ناس كتير بتقع فيها. ما ينفعش أبدا نقول he said me. الجملة دي غلط تماما. عشان تبقى صح لازم نقول he said to me. شايفين التو دي عملت إيه؟ هي اللي ظبطت الجملة. وفي كمان حاجة هتسهل علينا الموضوع، وهي إن في تعبيرات ثابتة دايماً بتيجي مع say. حاجات زي say hello أو say sorry أو say yes. دي بتتحفظ زي ما هي كده، ودايماً بنستخدم معاها say. تمام قوي، كده فهمنا say. يلا بقى نروح لتل ونشوف إزاي الموضوع هنا مختلف تماما. مع تل التركيز بيتنقل من الكلام للشخص اللي بيستقبل الكلام. هنا القاعدة بتتغير خالص. احنا بنستخدم تل لما يكون المهم في الجملة هو مين اللي اتقال له الكلام، فالترتيب بيكون تل يجي بعده الشخص مباشرة وبعدين المعلومة. خلينا نتخيلها كأنها عملية تسليم واستلام. حد بيوصل معلومة لحد، زي لما نقول he told me the truth. بصوا على الترتيب. الفعل told بعده على طول me اللي هو الشخص المستلم، وفي الآخر the truth اللي هي المعلومة. التركيز هنا عليا أنا اللي اتقالك لي الحقيقة. ودي بقى نقطة في منتهى الأهمية، وعكس say بالظبط. مع tell ممنوع منعا باتا نستخدم to. يعني اوعى حد يقول he told to me، ده غلط تماما. الصح هو he told me على طول من غير أي فواصل. وزي say في برضه تعبيرات خاصة بtell، زي tell the truth يعني يقول الحقيقة، tell a story يعني يحكي قصة، أو tell a lie يعني يكذب. التعبيرات دي كده باكج على بعضها مرتبطة بtell. طيب، عشان الصورة تكمل وتكون واضحة تماما، تعالوا نحط الاتنين جنب بعض في مقارنة سريعة تلخص كل الفروقات الأساسية. بصوا على الملخص ده. الفرق الجوهري: مع say الأهم هو الكلام، مع tell الأهم هو الشخص. وعشان كده القاعدة بتقول إننا لو هنذكر الشخص مع say لازم نستخدم to، لكن مع tell الشخص بيجي لازق فيها على طول. وهنا الفرق الدقيق بيبان قوي. في جملة he said that he was angry، المعلومة المهمة هي إنه كان غضبان، دي خلاصة الكلام. لكن لما نقول he told me that he was angry، التركيز اتغير وبقى عليا أنا، إن المعلومة دي وصلتني أنا بالذات. نفس المعنى لكن بؤرة الائتمام مختلفة. تمام كده، احنا وصلنا للآخر. دي بقى الخلاصة السريعة اللي هتخلي المعلومة تثبت ومحدش يغلط فيها تاني أبدا. يبقى نفتكر الأربع نقط دول كويس. أولاً say بنركز فيها على الكلام. ثانياً tell بنركز فيها على الشخص. ثالثاً لو هنذكر شخص بعد say لازم نحط to. ورابعاً مع tell ممنوع نستخدم to بعدها أبداً. بسيطة مش كده؟ ودلوقتي السؤال الأهم، هل الموضوع بقى أوضح؟ أعتقد أكيد. الحكاية كلها في سؤال واحد بنسأله لنفسنا كل مرة: تركيزنا على إيه؟ على الكلام اللي اتقال تبقى say، ولا على الشخص اللي سمع الكلام تبقى tell؟ وبس كده.